أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. النهاردة كان عندنا 3 ماتشات في الدوري المصري الممتاز. الماتش الأول بين فاركو والإسماعيلي، والماتش التاني بين الداخلية وسيراميكا كليوباترا، والماتش التالت والأخير بين الأهلي والجونة. تعالوا نشوف إيه اللي حصل في ال3 ماتشات دول. بالنسبة للماتش الأول، الانتصار الأول بعد 31 يوم، الإسماعيلي يفوز على فاركو في الدوري المصري. فاز الإسماعيلي بهدفين دون رد أمام مضيفو فاركو خلال المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. جاء هدف الإسماعيلي الأول عن طريق عمر الساعي في الدقيقة 22، بينما أضاف محمد دسوقي الهدف الثاني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء. عاد الإسماعيلي لطريق الانتصارات من جديد بعدما كسر سلسلة اللافوز التي استمرت 5 مباريات متتالية، وكان آخر فوز حققه الإسماعيلي في الدوري المصري أمام سموحة يوم 3 إبريل الماضي في الجولة 17. بينما تستمر سلسلة اللافوز لفريق فاركو للمباراة السادسة على التوالي من آخر فوز حققه أمام البنك الأهلي في الجولة ال15 من عمر الدوري. بتلك النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 22 في المركز ال13، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 13 في المركز قبل الأخير. بالنسبة للماتش الثاني، سيراميكا يعود للانتصارات من جديد ويعقد موقف الداخلية في الدوري. فاز فريق سيراميكا كليوباترا ب3 أهداف لهدف أمام الداخلية خلال المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. افتتح صديق أوجولا التسجيل لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 45 بعدما تلقى كرة بينية داخل منطقة الجزاء من أحمد قندوسي ليصوب في مرمى الداخلية. وجاء الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 47 حيث صوب أحمد قندوسي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالقائم ومحمد مجدي حارس المرمى وتسكن الشباك، وقلص معاذ الحناوي النتيجة وسجل الهدف الأول للداخلية في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. وعزز صديق أوجولا النتيجة لسيراميكا كليوباترا وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82. وعاد سيراميكا كليوباترا لطريق الانتصارات من جديد بعدما تعثر في آخر 5 مباريات في الدوري المصري، بينما تستمر سلسلة اللافوز لفريق الداخلية في الدوري المصري ليتعقد موقفه أكثر. وبتلك النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 28 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 11 في المركز الأخير. بالنسبة للماتش الثالث والأخير في ليلة القائد معلول ومدفع إمام، الأهلي يتوهج أمام الجونة في الدوري المصري. واصل قطار النادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيال كولر انتصاراته في مسابقة الدوري الممتاز محققا الفوز على حساب فريق الجونة. الأهلي استضاف نظير الجونة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة. الأهلي هزم الجونة بنتيجة 3-0 ليحصد 3 نقاط غالية جديدة في طريقه نحو مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري. وقع إمام عاشور على هدف الأهلي الأول في شباك الجونة من تسديدة صاروخية بالدقيقة 37 ليبصم على أولى ضرباته المدفعية بقميص المارد الأحمر. وعاد محمود متولي لهز الشباك مسجلا هدف الأهلي الثاني في مرمى الجونة من ضربة رأسية بالدقيقة 62 بعد ركنية أرسلها علي معلول ونور فيها وسام أبو علي ووصلت لمتولي اللي أسكنها الشباك. ووقع محمود عبد المنعم كهربا على هدف الأهلي الثالث بالدقيقة 80 من ركلة جزاء حصل عليها حسين الشحات. انتصار الأهلي رفع رصيده للنقطة 27 ليحتل المركز العاشر من 13 مباراة، بينما الجونة تجمد رصيده عند النقطة 28 بالمركز التاسع من 20 مباراة.